بقول لك ايه، فاكر الفيلم اللي البطل بتاعه كان بيروح لصاحبه بيقول له شايف الواد اللي واقف هناك ده، تراهني اروح اديله نفس القفا اللي اديته له امبارح؟ ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايتي يسعدني ويشرفني من مكاني هذا اقول لك ان الفيلم ده تم اعاده انتاجه سنه 2024 مع تغيير بسيط. الفيلم بدل ما كان اسمه عنتر ولبلب بقى اسمه انبي والزمالك. تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح سعيد، صباح شريف على جمهورنا العظيم وعلى عائلتنا الفخيمه. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه وعوده من جديد العمل داخل النادي الاهلي. يبقى على خير، النادي الاهلي النهارده ان شاء الله يرجع للتمارين الجماعيه قبل الاخيره قبل مباراه يوم الخميس ان شاء الله قدام فريق زد في تمام الساعه 8 مساء. النقطه الثانيه اللي قلقان منها الجهاز الفني للنادي الاهلي وبيتابع فيها مع الجهاز الطبي هو ياسر ابراهيم. قلت لك ان اللاعب بخلاف الام عضله الحوض عنده كمان الام في اسفل عضلات البطن، وهو ده اللي شاكك فيه الجهاز الطبي دلوقتي انه ممكن يكون فتق. هيتم الاستعانه خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله مع طبيب متخصص في الجراحات دي عشان معرفه هل اللاعب عنده فعلا فتق لازم يتم التعامل معاه جراحيا على طول ولا الكلام هيكون على ايه. وطبعا حاجه زي كده لو حصلت لا قدر الله ياسر ابراهيم من 3 اسابيع لشهر لغايه ما يبتدي يتم اعاده تاهيله مره ثانيه، ودي هتكون ضربه قويه للنادي الاهلي. الاشرف داري غايب عننا، كمان هيكون لا قدر الله ياسر ابراهيم الى جانب كمان محمد هاني. اتمنى السلامه ان شاء الله للاعبنا الدولي ويرجع بالسلامه خلال الساعات القادمه بامر الله تعالى. ولكن تعالوا بقى نروح لليله يعني اقدر احط لها عنوان كده، كانت ليله كاشفه لفضايح التحكيم في الدوري المصري اللي ما شاء الله عرض مستمر يا جماعه. الكلام بدا عن مين؟ الكلام بدا مع احمد عبد الباسط اللي ما زال يضرب ولا يبالي في حكم الاحتواء وفي لجنه التحكيم. وطلع امبارح مع ابراهيم فايق كشف كواليس جديده في منتهى الخطوره. قال لك التحقيق اللي هو المفروض دار الكام ساعه اللي فاتوا دول، انا عايز اقول لك على حاجه التحقيق ده ما ناقشش الاخطاء بتاعه المباراه بتاعه الزمالك والبنك الاهلي تماما. ده التحقيق كان هدفه يعرفوا مين اللي سرب المحادثه بتاعه الفار اللي هي وصلتني واللي انا قلت التفاصيل بتاعتها. ايه ده يعني التحقيق كله ملوش علاقه بالاخطاء والمهازل اللي حصلت؟ قال لك لا والله خالص. خد عندك بقى كمان محمد عادل قال لهم والله لو في حد قال ان انا قلت في المحادثه دي كذا اعرفوا ان تم اضافتها بالذكاء الاصطناعي. لا انا ما قلتش كده. يسكت على كده بقى احمد عبد الباسط؟ لا، خد الاتقل بقى واكد ان الفيديو اللي هو بيدعي ان هو بيملكه وانه ممكن ينشره في اي وقت قال فيه ان مساعد الفار نفسه كلم حكم الفار اللي هو اللي اسمه ميدو سلامه ده، قال له انت بتستدعي محمد عادل ليه؟ الكوره وضعها طبيعي تماما ولا تستدعي ان انت بتطلب من حكم الساحه يرجع يراجعها. قال له لا انا شايفها تستدعي. حكم الرايه نفسه تدخل وكلم المساعد بتاع الفار قال له هو حكم الفار مستدعي محمد عادل ليه؟ الكوره انا شايفها من مكاني انها طبيعيه وموقفها عادي تماما. قال له والله ما اعرف، لكن اصر ان هو يستدعيه وكلنا شفنا زي ما حصل كده محمد عادل لانه حكم ضعيف الشخصيه مهزوز. في النهايه بكل اتفاق الطاقم على ان الكوره ما فيهاش حاجه رجع وحسبها ضربه جزاء لنادي الزمالك، ونفذ مقوله كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك ان كل الحكام بتتاثر بالفرق، ولو في حكم بيدير مباراه لنادي الزمالك ونادي تاني هيحسب لمصلحه الزمالك طبعا. حد يقول لي نهار ابيض يا دوله، منظومه ايه اللي عايزه تيجي على المحاره دي؟ ده عايزه تتجاب طوب احمر. طوب احمر ايه ده؟ عايزه تتنسف. خد اللي بعده. جهاد جريشه طلع امبارح يضرب من جديد ولا يبالي لما قال ان لجنه الحكام ما تقدرش تحقق معايا، وبتحداهم بالمعلومات الجديده اللي انا بقولها دي ان حد يثبت عدم صحتها. في حكام غير مؤهلين بدنيا اصلا ان هم يكونوا موجودين في الجوله الاولى من الدوري المصري، على الرغم من كده تم تعيينهم. الله، تم تعيينهم ليه؟ قال لك خد عندك الحكام الغير جاهزين دول، واحد اسمه سيد شعبان والثاني حسام غريب حجاج والثالث خالد جمال الغندور. وطبعا اعتقد انت خدت بالك من الاسماء ان كلهم ابناء حكام ماشيه كوسه ماشيه واسطه، في حين ان في حكام جاهزين ولائقين قعدوا في بيوتهم بيتفرجوا على الحكام الغير لائقين بيديروا مباريات. والكلام ده على قناه النادي الاهلي اكده توفيق السيد اللي كان ضيف كابتن احمد شوبير امبارح، اللي اكد نفس معلومه ان في حكام غير جاهزين اداروا بعد المباراه. مش كده وبس، ده خد بقى كمان الكارثه الاكبر. قال لك ده الاحتواء بيحصل بره كمان في القنوات. انا واحد من الناس اهو بشتكي ان في حاله من الحالات كان فيها جدل وقلت فيها بما يرضي الله ان الحاله في مصلحه النادي الاهلي، وده على عكس الراي اللي كان داير وقتها. والقناه، وطبعا يقصد قناه طبعا هي الاكبر في الاعلام الرياضي في مصر، القناه دي لما قلت رايي عليها ما استضافونيش تاني ولا كلموني تاني من بعدها اصلا. وراح خاتمها في النهايه يا جماعه بالمعلومه اللي الكل يعرفها، ان كلاتنبرج الراجل كان قوي جدا، شخصيته قويه، كل الحكام كانت بتخاف منها، وان الراجل ده لو كان كمل في مكانه رغم خلافاته هو الشخصيه معاه كان طور كتير جدا في منظومه التحكيم بتاعه الدوري المصري. ولكن للاسف لان في ناس خايفه من التطوير ومش عايزاه، كان السبب الرئيسي في مشاريع كلاتنبرج هي الاشاعات اللي طلعت عليه من مرتضى منصور سببت له ازمات عائليه، على اثار الراجل قرر
قرر ان هو يغادر مصر. احنا قدام يا جماعه مشهد بالكامل بيدير مجموعه من عدم الاكفاء اللي ماشيينها كوسه ومحسوبيه وواسطه لابناء الحكام السابقين، حكام مرتعشه بتتاثر بالضغوطات الجماهيريه وبانتماءاتها، وفي النهايه هو ده الوضع اللي وصلنا له. رئيس لجنه الحكام الحالي يا جماعه هو الحكم اللي عمل من البنها للتقرير اللي قدموه له حكم رابع السنه اللي فاتت عشان يعاقب جوزيه جوميز اللي تطاول عليه، وفي النهايه النتيجه كانت ايه؟ التقرير اختفى، قال لك ما شفتوش. الحكم الرابع قاعد في بيتهم موقوف لاجل غير مسمى، والشخص ده دلوقتي بقى هو رئيس لجنه الحكام. اموت واعرف الناس دي لما بتروح بيتها بتبص في المرايه لنفسها كده بيقولوا ايه على نفسهم؟ تفتكروا بيقولوا ايه يا جماعه؟ لكن تعالى بقى قبل ما نروح للجزء الخاص بسوق انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري، ومين الهداف الاهلاوي اللي نادي الزمالك عايز يخطف توقيعه، وايه موضوع بنود اعاره او بيع القندوسي، تعالوا الاول نروح لموضوع عنتر ولبلب ده ونروح لضحكه جديده من ضحكات اكبر قلعه اداريه رياضيه في مصر. لسه ما خلصناش ضحك على موضوع اعاره زياد كمال لنادي الزمالك، اغلى اعاره للاعب مصري داخل الدوري المصري، الا وابى نادي انبي ان هو يقول لنا يا جماعه ما بطلوش ضحك، خدوا الضحكايه دي كمان. وكلام على لسان مين؟ على لسان محمد اسماعيل مدير الكوره داخل نادي انبي، اللي طبعا توجه اولا بتمنياته للشفاء بالنسبه للاعب محمد حمدي المعار من انبي لنادي الزمالك، اللاعب اللي اعلن من كام ساعه كده انه عنده اصابه في القطع في الرباط الخارجي للركبه، يعني اصابه رباط صليبي، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. لكن قال المدير الكوره قال انا عايز ازف بشرى ساره جدا بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. خير يا فندم؟ قال عايز اقول لهم ان اصابه اللاعب دي والله في مصلحه نادي انبي. الله، ازاي يعني؟ قال لك ايه ده، انت ما تعرفش ولا ايه؟ افتح كده العقد معايا هتلاقي مكتوب فيه التالي: اللاعب لو ما كملش 50% من مباريات نادي الزمالك في بطوله الدوري، نادي الزمالك هيدفع غرامه كبيره جدا. وطبعا خلاص دي ضمناها في جيبنا الحمد لله. ليه؟ لان اللاعب جاله رباط صليبي 7-8 شهور، يعني معناه الموسم انتهى بالنسبه له. ده مش كده وبس، اللاعب كمان لو نادي الزمالك تاهل من دور المجموعات في الكونفدراليه او الزمالك توج بالبطوله هلينا كمان حوالي 1,350,000 جنيه. طب معلش بس يا فندم ممكن سؤال؟ حضراتكم مش حاطين بند في العقد اللاعب لو جاله امساك مثلا، يعني حضراتكم هتدفعوا نادي الزمالك كام؟ لو جوزيه جوميز زعل محمد حمدي وما خلوش يحط معاه تشكيل نادي الزمالك، انبي هياخد كام مليون دولار في الموضوع ده؟ ايه يا فندم؟ ازاي الكلام ده مش موجود في عقد اللاعب؟ يعني كنتوا استغلوا المصطلح اللي عامل معاكم العقد وحطوا كل الكلام ده. معناه ايه بقى يا جماعه بالنسبه لنادي الزمالك؟ خد عندك ال 50% بند عدم مشاركه اللي خلاص مش هيتحقق، نادي الزمالك هيدفع عليه 5 مليون جنيه، حطهم بقى على مشوار نادي الزمالك في بطوله الكونفدراليه 1,350,000 دولار. يعني اللاعب اللي ما شاركش غير دقائق معدوده مع نادي الزمالك وانتهى موسمه مع نادي الزمالك، نادي الزمالك هيدفع عنه 6,500,000 جنيه عدا ونقدا بالشفا. لكن عشان تعرف ان حق ناس بيخلصوا ناس، تعالوا نروح لمهزله جديده وللاسف مش اول مره بتحصل داخل دوري القطايف واللطايف واتحاد الكوره ورابطه الانديه وشؤون اللاعبين. يابا مش من هنا، من محارين ودانهم ما يعرفوش اي حاجه عن الكلام ده. علي ياسر لاعب نادي الزمالك اللي كان معار الموسم اللي فاتت لنادي فيوتشر، امبارح ظهر في لقاء فضائي بعد البوست اللي كان حاطه عن انه مظلوم داخل نادي الزمالك. طلع وكشف ان اللاعب المفروض كان عقده ممتد مع نادي الزمالك مع بدايه الموسم الجديد، ومع انتهاء اعارته مع نادي فيوتشر مع نهايه الموسم اللي فات بيتواصل مع نادي الزمالك، محدش بيرد عليه. كلم عبد الواحد السيد مدير الكره داخل نادي الزمالك، قال له يا ابني انت معانا بس المدير الفني مش عايزك، يعني مع بدايه الموسم دي دور على عقد اعاره جديد بلغنا بيه وارجع لنا مره ثانيه. فوجئ ان اللاعب وهو بيتواصل مره ثانيه مع بدايه الموسم لان ما قدرش ان هو يسوق نفسه ولا يجيب عقد اعاره، احمد سليمان بيقول له يا ابني عقد ايه؟ يا ابني انت عقدك انتهى خلاص وروح دور لك على نادي ثاني، احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا باشا المدير الفني عندنا قال مش عايزك ففسخنا العقد بتاعك. قال طب ما حد كان يبلغنا يا جماعه؟ لا ما بنقولش. طب حد كان يعرفنا عشان اسوق نفسي؟ لا ما تسوقش. واللاعب بسبب الكلام ده قاعد لغايه يناير اللي جاي بدون نادي وبدون تدريبات وبدون الراتب المفروض اللي هو بيتقاضاه بيصرف منه على اهل بيته. للاسف مهزله مش جديده بتحصل داخل الدوري المصري بخرق واضح وباعترافات لعيبه لقواعد وانتقالات اللاعبين اللي حاططها الفيفا. يا جماعه حصلت قبل كده مع ابراهيم صلاح 2016، قال لك انا فوجئت ان نادي الزمالك باعني لنادي تاني. حصلت مع محمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك اللي قال لك انا فوجئت ان مرتضى منصور باعني النادي سيراميكا. وخد بقى مخالفات من دي كتير. ومن مكاني هذا عايز اسال سؤال رفيع جدا للمتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الاستاذ احمد سالم. ازاي حضرتك يا فندم؟ حضرتك كنت طالع امبارح بتلوم على كابتن احمد شوبير ان هو بيتكلم عن اخبار نادي الزمالك. طب بمناسبه الصعبانيات والعواطف والمواقف المؤثره، حضرتك طلعت من يومين كنت متضايق قوي ومتاثر بالتويته بتاعت زوجة علي معلول اللي بتدعمه وبتلقح بتقول ما ينفعش النادي الاهلي يعمل كده مع علي معلول. ايه راي حضرتك في الاخبار بتاعت نادي الزمالك وظلمه للعيبه المتتالي ده؟ ايه حضرتك مش متابع اخبار النادي بتاعك؟ تعالوا بقى نروح للجزء الاخير من سوق انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري. اخبط عينك على عداد اللايكات، يلا نوصل الحلقه 7-8000 لايك، دعم اخواتي الجبار انا دايما منتظره. ومعلومه اترمت اعلاميا الكام ساعه اللي فاتوا دول عملت جدل كبير جدا.
الكلام على لسان احد مقدمين البرامج، مش هنقول مين، طلع فجر مفاجاه كبيره جدا عن اتفاق بيع احمد القندوسي ما بين النادي الاهلي وما بين سيراميكا كليوباترا. قال لك يا جماعه عندي معلومات وانفراد وخدوا التالي. النادي الاهلي هيبيع احمد القندوسي لنادي سيراميكا بقيمه 750 الف دولار، على ان نادي سيراميكا طبعا بعد الانتقال النهائي للاعب هيتحمل الراتب بتاعه بالكامل اللي هيكون ما بين 500 ل 600 الف دولار. والله مش عارف سيراميكا هيدفعوا للاعب بالمصري ولا بالدولار، والسلام عليكم ورحمه. رمى المعلومه وجري من هنا. طبعا المعلومه اتقالت، جدل كبير جدا حصل. ايه ده يا جماعه؟ ازاي يعني اللاعب اللي قيمته على الترانسفير ماركت وصلت ل 2 مليون دولار دلوقتي النادي الاهلي هيبيعه باقل من نص ثمنه ب 750 الف دولار؟ هو الكلام ده بيحصل ازاي؟ ما حد يفهمنا. هنا عايز اقول لك اتفق جدا مع اراء كتيره ظهرت بتنتقد الخبر، لكن في نفس الوقت هو للاسف اللي رمى المعلومه ما كملهاش، رماها منقوصه. لان كابتن محمد رمضان من اسبوعين ايام ازمه احمد القندوسي وعرض النادي الاهلي اللاعب بالبيع اكد ان تم الاتفاق فعلا على بيع اللاعب لنادي سيراميكا مع نسبه اعاده بيع ضخمه. طيب يا استاذ مقدم برامج، حضرتك ما قلتلناش نسبه اعاده البيع دي كام؟ هل حضرتك وضحت ان النادي الاهلي عمل كده وتحديدا هيبيعوا النادي سيراميكا عشان يحافظ على العقد اللي موجود مع نادي سيراميكا ويحوله من عقد اعاره لعقد بيع نهائي عشان يكون العقد منصوص فيه ان لا يحق للاعب ينتقل لاي نادي داخل الدوري المصري؟ للاسف المعلومه اللي اتقالت يا جماعه معلومه منقوصه مش بغرض الانفراد اكتر منها غرض اثاره الجدل بلا هدف والله. طيب ان كانت دي حقيقه موضوع القندوسي وقيمه البيع النهائي بتاعته، تعالوا نروح للخبر الاخير، وهو الخبر اللي المفترض عامل جدل كبير جدا في السوشيال ميديا. نادي الزمالك، والحق الزمالك هيخطف هداف النادي الاهلي. الكلام عن مين؟ الكلام عن محمد رأفت لاعب النادي الاهلي وهداف قطاع الناشئين الجديد مواليد 2005. اللاعب اللي المفترض عقده هينتهي بنهايه شهر 6 2025 والنادي الاهلي فاتح معاه خط مفاوضات. فجاه بتجات نادي الزمالك قالت لك الحق يا جدع ده اللاعب عامل ازمه مع النادي الاهلي، ده رافض ان هو يجدد وهيوقع لنادي الزمالك مجانا في يناير اللي جاي، وكده يكون كسبنا هداف جديد من قلب النادي الاهلي والسلام عليكم ورحمه الله. الموضوع وما فيه يا جماعه فعلا عقد اللاعب هينتهي في شهر 6 2025، لكن والد اللاعب طلع الكام ساعه اللي فاتوا دول اكد ان الاولويه بالنسبه للاعب وبالنسبه لمستقبل ابنه وهي البقاء داخل النادي الاهلي، النادي اللي عمل اسم اللاعب. والمفترض ان شاء الله زي ما كابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي بيتابع ملفات التجديدات الخاصه بلاعيبه الفريق الاول، كابتن وليد سليمان هو كمان هيتابع ملف تجديد اللاعب، وخلال ساعات ان شاء الله هيتم الاتفاق مع اللاعب على عقد جديد وهيتم الاعلان عنه، وهنتابع وهنشوف وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بعد شويه ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.